الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونشكره ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم فعدل وأعطى فأجزل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله وهداية ورحمة للعالمين كمله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. قال تعالى في كتابه العزيز: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أمة الرسول الكريم، الله موجود، الله موجود، الله موجود. راقب الله سبحانه وتعالى في سرك وعلانيتك. أقبح القبيح المسلم الشحيح. هذه الآيات تحثنا على الكرم والبذل. شاعر مسلم أعجب بسورة نون فصاغها قصيدة رائعة يقول فيها: الحرص قد يجعل الأحرار عبدانا وقد يصوغ من الأموال أوثانا. هناك أناس يعبدون المال ولا ينتبهون أنهم عبيدا للمال. الحرص قد يجعل الأحرار عبدانا وقد يصوغ من الأموال أوثانا. إذا رأيت قلوبا بالندى جبلت فاصنع بها في أثاث البيت جدرانا. أصحاب جنة ضروان وقصتها. هذه الآيات نزلت في قرية ضروان وهي من قرى اليمن. أصحاب جنة ضروان وقصتها قد أنزل الله فيها الوحي قرآنا. كان صاحبها في الفضل ذا شيم أندى من الروض أزهارا وأفنانا. فما بكى حوله الأيتام من سغب ولا شكى عنده المضعوف حرمانا. لا يكتفي بزكاة الزرع يبذلها حتى يضيف إلى الإحسان إحسانا. أنت لست مطالب بالزكاة فقط، أنت مطالب بالصدقة، وخاصة في أيامنا هذه في زمن المسغبة، في وقت الشدة التي نعيشها الآن. وسع على جيرانك، وسع على أقاربك أيها الرجل. لا يكتفي بزكاة الزرع يبذلها حتى يضيف إلى الإحسان إحسانا. وكان للشيخ أبناء قد ازدهروا وأورقوا في ربيع العمر فتيانا. وحين شارف قربا من نهايته وإن يوما وشيك البين قد حانا أوصى بنيه، جمع أولاده وأوصاهم بالفقراء، أوصاهم بالمساكين، أوصاهم بالأقارب، أوصاهم بالأباعد. قال لهم: لا تجعلوا هذه البساتين نارا نكوى بها يوم القيامة. ابذلوا، اعطوا. الله سبحانه وتعالى هو المعطي. أعطانا الله سبحانه وتعالى فلنعطي الناس. وكان للشيخ أبناء قد ازدهروا، شباب ما شاء الله، ولكن من يحكم على أولاده
أنهم سيسيرون من بعده بنفس سيرته. وكان للشيخ أبناء قد ازدهروا وأورقوا في ربيع العمر فتيانا، وحين شارف قربا من نهايته وإن يوما وشيك البين قد حان، أوصى بنيه بأن تبقى مكارمه إرثا يقيم لها في المجد بنيانا. لا تنبتوا الشح بعدي في مزارعكم، لا تجعلوا جنتي بالحرص نيرانا. زكاة الزروع والثمار يوم الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. من كل شيء العشر ونصف العشر. ما يسقى بماء فيه كلفة ندفع فيه العشر، ندفع فيه العشر إذا كان من ماء السماء، وما ندفع فيه المال نصف العشر. ادفعوا الزكاة، زكاة الأموال، زكاة صحتك. أنت تستطيع أن تعين أحدا فأعنه إذا كنت ذا قوة. أوصى بنيه بأن تبقى مكارمه إرثا يقيم لها في المجد بنيانا. لا تنبتوا الشح بعدي في مزارعكم، لا تجعلوا جنتي بالحرص نيرانا. فما احتجزت عن الأهلين ثروتها يوم الحصاد ولا أهملت جيرانا. النمل تبني قراها في تماسكها، انظروا إلى قرى النمل يدا واحدة، كلهم يعمل ما يستطيع. هذا الإسلام بحاجة إلينا جميعا أن يعمل كل إنسان بما يستطيع. أنت مؤذن ذا صوت شجي، الإسلام يحتاجك أن تكون مؤذنا فيه. تحفظ القرآن، أنت إمام. خطيب، أنت خطيب جمعة أو خطيب على المنابر. إذا لم تستطع فكن خادما في المسجد. قمامة المسجد مهر الحور العين، كل واحد يستطيع أن يفعل ما يستطيع. النمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تجني رحيق الشهد أعوانا، والنهر يسقي العطاش من مناهله ريا ورزقا، ويبقى النهر ملآنا. وفارق الشيخ دنيا لا يدوم بها إلا الثناء لأهل الفضل عنوانا. غدا عندما نموت ويرى الناس أولادنا في الطرقات ويسألون ابن من هذا، فيقال هذا ابن فلان، فإن كان الأب طيبا، إن كان كريما، إن كان سمحا، فالناس يقولون رحم الله أباك. وإن كان على غير ذلك تشيح الناس بوجهها ويتمتمون في سرهم بكلام سيء. وفارق الشيخ دنيا لا يدوم بها إلا الثناء لأهل الفضل عنوانا. فأنكر الإخوة الأبناء سنته، وارتد إيمانهم بالعهد كفرانا، وأقسموا أن يهبوا مصبحين إلى جمع الثمار ولا يألون كتمانا، كي لا يراعوا بمسكين يطالعهم في طمره لاهث الأنفاس جوعانا. فأرسل الملك الجبار نقمته، أرسل الله سبحانه وتعالى صواعق من نار على هذه البساتين وهذه البيوت فأحرقها عن بكرة أبيها. أين الله؟ ألا تظنون أننا سنعود إليه في يوم من الأيام؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فأرسل الملك الجبار نقمته جزاء ما أضمروا بغيا وعدوانا. ضل الطريق بهم، لم يعرفوا بساتينهم، ضل الطريق بهم بل ضل مذهبهم، وصار مبصرهم في النور حيرانا. وقال أوسطهم أني نصحت لكم فلم أجد بينكم للنصح آذانا. ماذا ظننتم بعلام الغيوب إذن؟ أكان جهلا بكم أم كان نسيانا؟ خزائن الله ملأى لا نفاد لها، سبحانه قال كن فالأمر قد كان. إن الألا حرم المسكين قد رجعوا أذل مسكنة منه وحرمانا. وقد مضى قدر لم يمحه ندم، مكر البخيل يحيل الربح خسرانا. إن رمت جنة رضوان فكن حذرا ولا تكن واحدا من أهل ضروانا. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمعصية، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل، وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به
بابا من العلم، وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر له من سورة نون. إنها موعظة كبيرة، عبر في كتاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا وشريعتنا ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير الخلق والبشر. عباد الله، أطيعوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإن حبها إذا استولى أسر. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم فيه تعظيما لكم وتشريفا. بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه، حيث قال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أسيادنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، جاءتكم لجان تبرع فآزروهم وأكرموهم وآزروهم بما تستطيعون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة متشفعين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم إن في البلاد والعباد من الجوع والضيم والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم اكشف عنا السوء إنا موقنون. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد بناتنا، اللهم اهد نساءنا، اللهم ردنا وجميع المسلمين إلى ديننا وشريعتنا ردا جميلا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. نحن بحول الله سبحانه وتعالى لازم نبدأ سلسلة ندرس فيها يعني هو كان 10 دقائق ما يصير 10 دقائق ما بدنا كثير وقت مفتوح. خلينا من هون جمعة والعالمين عندنا. مرة حضرت خطبة جمعة أنا ما بنساها بحياتي. هنا حضرت خطبة جمعة، الله يرضى عليك، الله يسلم دياتها. فالصمدية لحالها شي نص ساعة، ونحن رايحين على السيران، كنا الشباب أول طلعتنا، قلنا بنصلي ونروح، والخطبة شي ساعة. بالعادة لما الناس تخلو الصلاة بيقولوا بعضهم تقبل الله، نحن صرنا نقول الحمد لله على السلامة. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان الموعظة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالموعظة يعني كلمتين هيك حلوين يشحنوا الإنسان، يسمعهم يدخلوا قلبه، أحسن ما أنه أي نعم من دفتر هالقد هيك كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. فإن شاء الله يعني إن بدأنا
اي نعم، خاصة هلا جاي الدنيا على رمضان. هلا قد ايه صرنا بجمادى؟ 15 يعني صفى شهرين ونص. شهرين ونص لشهر رمضان. فلازم اي نعم بالمساجد بقى يبدأوا الخطباء اي نعم والأئمة انه يعني بس مشان تدريس عن شهر رمضان، لحتى انه الشهر الفضيل كيف بدنا نصومه. نحن ما بنعرف من صيامه غير الاكل والشرب. بنساوي ليستا كل يوم شو رح نفطر، على ايش بدنا ناكل. اي نعم. اي لا، نحن بدنا بالنسبه لنا هو مو شهر طعام وشراب، وما بيجينا مثل ما قلنا اي نعم فتاوى الطلاق الا بشهر رمضان. فكل واحد بتلاقي هو ومرته عاملين حلبة ملاكمة بشهر رمضان هو وياها. ما بيأذن العصر الا هذا عينه زرقاء من هون والثاني اي نعم تلاقي حالته حاله نازلين بعضهم طرق بوكسوا. مره اجى لعندي رجل هو وزوجته شي الساعه 2 بالليل، جايين الصالح وبدهم يكتبوا كتاب، ففيأت اولادي مشان يعقدوا، اولادي رح يقضوا عليهم كانوا. قالوا قوموا بابا بدنا نكتب كتاب للزلمه. شو هالكتاب الساعه 2؟ قلعوا شو قلعوا؟ زلمه دق بابنا وجاي. المشايخ ما بيحلوا يقلعوا حدا، الشيء بالشيء يذكر. مره كان في احد احبابنا اي نعم راح عم يجعوا اي نعم درسه، فقبل ما يكون موجوع الدرس راح قصد شيخ دق عليه شي الساعه 2 الظهر. دق الباب، فتح له شيخنا عيونه هيك حمراء من النوم. قال له نعم. قال له سيدي سؤال. اي سؤال؟ قال له قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. روح نام. إيه نعم. شو جاي تساوي هلا بالوقت؟ قلت له ايه؟ قال لي والله صرت نط كل 4-5 درجات سواء نازل من البنايه. بعد فتره رجعوا درسوا، راح لعند دكتور اسنان دق عليه، ففتح له دكتور اسنان الصبح. قال والله يا دكتور ما نمت وجع الليل. قال ليش ما دقيت علي بالليل؟ انا ليش دارس لك؟ قال لي تمنيت اسمع هالكلام من الشيخ. فاحيانا بتسمع انت شغله بتتم في بالك ما بتنساها. قالوا يابا جماعه دقوا علينا، يعني لو ما له بحاجتنا ما دقوا الباب. قعدوا والله لاحظت بانه يعني الرجل عم يعرج مو حسنان يمشي، والمراه ايه نعم خدها من هون كلياتها احمر. قالوا شلون متقاتلين؟ قالت لي شيخ والله دعس على وجهي بالصباط، هي بالارض دعس على وجهها بالصباط، ففلتت منه عضته من راس فخده. قلت لها شوي لفوق بس، شوي لفوق. اي نعم ما احسنتي. اي نعم كنت خلصتي من الشغله كلياتها معه. فسبحان الله بتلاقي ايش يعني بيقتلوا بعضهم وعياط وطلاق وزعل وكذا برمضان. والله يا ريتنا برمضان كلياتنا اي نعم نكون يعني اخوه متحابين. سبحان الله شهر الصبر، الشهر اللي الله سبحانه وتعالى اي نعم بأكرم فيه العباد كلياتها، شهر الكرم. كان النبي عليه الصلاة والسلام أكرم منه ما فيه، بس بشهر رمضان كان كالريح المرسلة أبدا، كان ايش يتكرم كرم عجيب في شهر رمضان. ونحن إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى أحيانا للشهر القادم، إذا للأسبوع القادم إذا عشنا إن شاء الله نبدأ هون بدروسنا نعطي لمحة عن شهر رمضان اي نعم، وكيفية الصيام والمكروهات والواجبات، يعني مشان الواحد قبل ما يجي شهر رمضان ننتبه. كان في عندي طالب أنا الأصل تركي بس عايش بسويسرا، هي القصة مش هي 20 سنة بسم الله. فالشاب هذا سبحان الله اي نعم عم نقرأ كنا فقه، قلنا له بدنا نحول على أبحاث الصيام. قال لي لا شيخنا الله يكرمك يعني لا تقطعوا سلسلة الدروس. قلنا له لا شهر رمضان بدنا ندرس عن الصيام. إيه ما بيحسن بيقول لي شيء لأنه أنا الشيخ. خلص الصيام قرأنا عن أحكام الصيام قبل شهر رمضان شيء ب10 أيام. قال لي شيخ أنا رح أقطع بالطيارة وأروح على سويسرا. قلنا له خير ما أنت قاعد سنة. قال والله بدي أطلع أدرس أحكام الصيام هنيك، اسمه جاي شهر رمضان. فطلع على سويسرا ودرس أحكام الصيام. إيه نعم، لكن لما رجع قلت له إن شاء الله الناس وعيوا. قال لي أي وعي يا شيخ؟ إيه نعم. قال لي بعد ما أعطيتهم دروس عن الصيام جاي واحد بالنهار على صلاة العصر شعل بيض غليون وجاي لعنده. إيه نعم. قال له شو هاد؟ قال له أنت قلت لي لا تأكل لا تشرب، الغليون لا أكل ولا شرب، شربت فنجان قهوة. إيه نعم وشربت بيض معه. فإيه نعم، فقديش نحن بحاجة لأشياء كثيرة إنه نتعلمها في شهر الصيام. أنا مرة كنت ماشي مع شيخ بسوق الجمعة، فأجا واحد بيستعمل بخاخ، فقال لي شيخ سؤال بالله. قلت له سأل الشيخ. ليش تسألني أنا؟ معنى شيخ كان يعني إيه نعم، يعني لحيته طويلة هيك إيه نعم الشيخ وعمامة يعني إيه نعم سبحان الله يعني مكبرة هيك ظريفة العمامة طالعة فيها. قلت له سأله له هو شيخنا. قال له سيدي هذا بيفسد الصوم. قال له إلك لا. شلون إلك لا؟ يعني في ناس إيه ناس لا، يا بيفسد صوم الإسلام كله اللي بيستعمله يا ما بيفسد.
أما إلك أنت مخصوص، ما هو إذا مريض بحاجة إله نعم وما بيحسن يقعد بلا بنوب، فمن له أنه أنت نعم بالصوم وبتفطر عليه بس هذا، وآخر النهار تخرج صدقة، تمسك عن الطعام والشراب لحرمة الشهر وبتستعمل البخاخ، بس آخر النهار تخرج صدقة لأنك بالأساس مالك صايم، بس ما فيك أنه نعم بالنسبة لك تأكل وتشرب. فبوضح له ببين له، أما قال له إلا أنت إلك لا، شو يعني لا بيدفع كفارة ولا نعم عليه قضاء ولا عليه شيء بنوب. فلذلك سبحان الله وجدنا بأنه الدروس نعم. مرة وجدت أحد المشايخ كنت ماشي أنا وياه، إجت امرأة سألته قالت له أنه هي بتغير له للولد الصغير فبتدقر النجاسة بإيدها، قالت له فسد وضوئي؟ قال لي هو عم يدرس حاشية ابن عابدين. أنا ما درست حاشية ابن عابدين، حاشية ابن عابدين أكثر من 10 مجلدات، عمدة الفقه الحنفي على حاشية ابن عابدين ما قرأتها أنا. يلي بيقرأ حاشية ابن عابدين بيصير شيخ الإسلام، ابن عابدين مفتي، ابن عابدين نعم مجتهد. فقال لي عم اقرأ حاشية ابن عابدين، اللي حبوس ايده كل ما اشوفه. فسألته الحرمة قالت له يعني بيروح وضوئي؟ قال له ايه؟ قال له شيخ ما بيروح وضوء، يعني لبس النجاسة بتغسل ايدك. قال لي ما بيروح وضوء. قال له ما بيروح وضوئك يا حبيبي، خلاص وصلت. قال له بس بدك تستعملي صابون. قالوا في الفقه ولا يشترط استعمال الأشنان شيخنا، لا يشترط استعمال الصابون، ماء القراح يكفي، تغسل ايديها في صابون منيح، ما في صابون ما لنا مطالبين نعم، فبتصلي مع وجود الاشياء هي. فسبحان الله ديننا حلو، ديننا حلو، صفات الله سبحانه وتعالى حلوه. بتطلع على الله سبحانه وتعالى، كلمة الله هي لفظ الجلالة، هي الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وما تبقى كل صفات الرحمن الرحيم نعم العفو الغفور، كلها صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات من أحلى ما يكون. فالله سبحانه وتعالى صفاته حلوة، ونبينا كان نعم خلقه عظيم، وديننا حلو. يعني ما بدنا نكره الناس بديننا، ما بدنا نكره الناس بهالشريعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى انه يعني يحسن اخلاقنا، وانه نلتزم مو نتعصب. بدنا دين التزام، اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نشتغله، اللي ما ورد ما بدنا اياه، ما بنتخيل به من عنا بنشتغل فيه. بارك الله فيكم، احسن الله اليكم. يبدو يسلم علي مصافحه نعم، لانه لو كذلك رح تكسروا لي اياه انتم تناطحوني، فالله يرضى عليكم. نعم حياكم الله يا الله.